أعزائي الطلاب، أيها الشباب الواعد، نلتقي اليوم في مناسبة خالدة وعزيزة على قلوبنا جميعا لنتذكر يوما غير مجرى التاريخ وسطر فيه جيش مصر العظيم صفحات من المجد والفخر. إنه يوم 6 من أكتوبر عام 1973، يوم العبور ويوم النصر ويوم الكرامة والتحرير. وفي 6 من أكتوبر عام 1973 في لحظة فارقة عند الساعة 2 ظهرا عبرت قواتنا المسلحة قناة السويس ببسالة ودمرت خط بارليف الحصين ورفعت علم مصر على أرض سيناء بعد غياب دام ل6 سنوات. وبهذا كتب فصل جديد من المجد والتاريخ، وجاء نصر أكتوبر ليثبت للعالم أن إرادة المصريين لا تقهر، وأن مصر لا تنكسر مهما واجهت من تحديات، وأن الحق لا ينسى ولا يموت. وقد شهدت حرب أكتوبر أروع صور الوحدة بين أبناء الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين، فلاحين وعمالا، طلابا وأساتذة، والتف الجميع حول هدف واحد وهو تحرير الأرض. فأعادت القوات المسلحة المصرية بناء قدراتها العسكرية بكل دقة وحكمة، ووضعت خططا بارعة لعبور قناة السويس وتدمير العدو. فتقدم جنودنا الصفوف غير مبالين بالمخاطر، فقد جسدوا روح الإقدام والانضباط، فكانوا نموذجا في التفاني والإخلاص. وبعد مرور 52 عاما من هذا النصر الخالد تبقى قيمة الشهادة شامخة، تذكرنا بعظمة من بذلوا أرواحهم فداء للوطن. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهداء ليسوا أرقاما في كتب التاريخ، بل نماذج حية للتضحية والإخلاص. قصصهم نور يهتدى به ودروس نتعلم منها أن الدفاع عن الوطن ليس فقط في ساحات المعركة، بل في كل ميدان من ميادين الحياة. أنتم شباب اليوم أمل الغد ومصدر قوة الوطن في المستقبل، ولكم من نصر أكتوبر دروس لا تقدر بثمن. اجعلوا العلم سلاحكم، لأن التفوق الدراسي والبحث العلمي هما معارك العصر الحديث، فبالعلم تبنى الأوطان وتحفظ الكرامة. واعلموا أن قوة مصر في وحدة شعبها وتكاتفه، فحافظوا على وحدتكم وابتعدوا عن التفرقة، وازرعوا في قلوبكم حب الوطن، فحبه لا يكون بالشعارات بل بالعمل والإخلاص والتفاني والتضحية في كل ميدان. ولا تنتظروا الأوامر لتخدموا بلدكم، كونوا دائما مبادرين، وكونوا جزءا من قوة وطنكم في كل مجاله ومكانه. إن انتصارات أكتوبر لم تكن مجرد مناسبة عابرة نحتفل بها كل عام، بل عهد نجدد فيه الولاء والانتماء، ونستلهم منه دروس العزة والكرامة والتخطيط والنجاح والوحدة والنصر. كونوا جنودا بالعلم وسفراء بالخلق وأبطالا بالمسؤولية، فمصر تناديكم وأنتم أهل الاستجابة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.